لو انت شخص محتاج تعمل مشروع يدخل لك شغل اضافي، يعني مثلا لو انت موظف وعايز تعمل جنب الوظيفة مشروع اونلاين يدخل لك فلوس، وخايف اصلا انك تأجر مكان وتجازف وتخسر، او ما عندكش الفكرة الكاملة انك تعمل مشروع اونلاين. انا في الفيديو ده هشرح لك ايه الخدمات اللي انا ممكن اعلمها لك. يعني ده مش كورس، ده برنامج تأسيس مشروع بجانب شغلك، او لو انت خريج او انت كنت مسافر ونزلت مصر وعايز تعمل مشروع. الفيديو ده هيفيدك جدا، لان المشروع اللي انا هعلمه لك او البرنامج اللي انا هساعدك فيه ده يعتبر زيرو مجازفة. تمام. يعني احنا لما نبدأ مع بعض او مثلا اتفقنا خلاص انت موافق ان انا اشاركك البرنامج التأسيس ده واعمل لك المشروع ده في اول جلستين مع بعض. لو انت مش عايز تكمل عادي، ليك الحرية الكاملة انك ما تكملش. يعني ده مش كورس انت هتدفع ثمنه وفي الاخر انت مش هتعرف تنفذه. لا خالص، انت ليك الحرية الكاملة انك لو شايف انك ما عندكش القدرة انك تكمل عادي خالص، مفيش مشكلة. انا دوري اللي انا اساعدك، مش دوري اللي انا اخد منك فلوس وخلاص. لا خالص، انا عايز انجح في الفكرة وانا محتاج اساعدك، لان انا لو انا ساعدتك كويس ونجحت خلاص هقدر اكمل. تمام. انا هقترح عليك دلوقتي البرنامج اللي انا هعلمه لك، لان ده مش كورس، ده هيبقى برنامج تأسيس مشروع. ومن اول جلسة هخليك تبدأ المشروع بتاعك، هيكون عن طريق صفحة البيج بتاعت الفيسبوك، علشان تعرض خدماتك اكنه محل. لانك انت طبعا في الاول طبعا مش هينفع تأجر مكان ونجيب موظفين وتصرف، لا خالص. انا هعلمك ازاي تبدأ المشروع من الصفر، وعن طريق صفحة الفيسبوك بتاعتك، ومش هيعوق مشروعك اللي انت موجود فيه حاليا او وظيفتك او وقتك خالص. لا، ده الموضوع مربح جدا. يعني هيعود عليك بالنفع، هتقدر تصرف على المشروع سواء موظفين سواء تعبك انت، فهيعود عليك بالنفع. وفيما بعد تقدر تتوسع. تمام. المشروع بتاعنا هيكون تقديم خدمات اونلاين. يعني مثلا في شخص محتاج يقدم، خلينا مثلا في السفارات اللي احنا بنشتغل فيها حاليا، محتاج يقدم مثلا على تأشيرة اونلاين، فهو ما عندوش القدرة الكافية ان هو يخش يملى الابليكيشن، وما عندوش المعلومات الكافية ازاي يملاه بطريقة صحيحة. فهو بيلجأ لناس محققة نجاحات او ناس فاهمة، فهو بيقول لك اعمل لي الخدمة دي بمقابل مادي من غير انت ما تشوفه. طبعا هو واثق فيك لانك انت صفحة مشهورة مثلا على الفيسبوك، او بتعرض خدماتها بشكل واقعي، او انت شخص معروف. تمام. واحدة واحدة ان شاء الله ممكن توصل للمرحلة دي، مفيش مشكلة. مفيش حد اصلا يعني بدأ مرة واحدة وبقى مشهور مرة واحدة، لا خالص. احنا لسه لحد الآن احنا بنبدأ يعني انا دلوقتي ببدأ واحدة واحدة عادي، مفيش مشكلة. المهم يعني شخص مش عارف يقدم الخدمة لنفسه، فبيلجأ لك انت كشخص شاطر في الخدمة دي، بيقول لك اعملها لي بمقابل مادي. هو يهمه ان الخدمة تتقاضى، تاخد بقى ساعة تاخد ساعتين، المهم انك تساعده في الخدمة دي. تمام. يبقى الخدمات بتاعتنا هتبقى اونلاين. هدربك ازاي تخلي العميل يثق فيك ويحول لك اونلاين، لان الشغل الاونلاين بتاعنا حساس، فاحنا عندنا خبرة بقالنا كام سنة شغالين اونلاين، والحمد لله محققين انجازات كتير وتقدر تخش تشوفها. هعلمك ازاي تقدم الخدمة اونلاين وتخلي العميل يثق فيك، زائد انا هعلمك اصلا ايه الخدمة اللي انت تقدمها للعميل. يعني انا مش هديك مهارات بس واقول لك دور على فكرة. لا يا باشا، ده انا هعلمك الفكرة نفسها، وهديك الشغل اللي انت هتعرضه، وهسلمك البوستات، وهسلمك انت هتقدم ايه، وفي حاجات كتير انا هعلمها لك. حتى من ضمن البرنامج هعلم الفريق اللي انت هتجيبه يشتغل معاك، او انت مثلا هتعمل، لو انت عندك مهارات معينة انت هتعملها في الاول بنفسك، انا هعلمك زي هعلم الناس اللي انت هتجيبها معاك. انا هحتاج بس اتنين معاك في الاول، ومش لازم انت تعمل حاجة بايديك. تمام. انت هتبقى اسم البراند. يعني انت مثلا لو انت اسمك محمد صبحي، المهم المكان ده بتاع فلان الفلاني، بحيث فيما بعد الناس بتقول والله انا قدمت مع زي مثلا محمد الافندي، قدمت مع محمد الافندي. انا عمري في حياتي ما عملت حاجه للعميل. انا بالنسبه لي الناس بتقول انا عايز اقدم مع محمد الافندي، انا عمري في حياتي والله ما عملت ابلكيشن لعميل، ولا عملت خدمه لعميل، ولا عملت اي حاجه خالص. كل اللي عملته في خطه استراتيجيه ماشي عليها، والناس اللي معايا هي اللي بتعمل الشغل. انا هعلمك نفس النظام. انت بقى اشطر مني وتعرف تعمل حاجه بايديك، مفيش مشكله خالص، اعمل يا باشا. تمام. يبقى انا هعلمك ازاي تخلي العميل يثق فيك ويحول لك اونلاين عن طريق الخدمه اللي انت بتقدمها.
دي أول حاجة، وإزاي ترُد على العميل بعد ما هادرّبك علشان تقدر تساعده ويحس إنك راجل عندك خبرة، يبقى ده مع التدريب أنا هادرّبك في خلال 3 شهور، في خلال 3 شهور هادرّبك هيبقى كل أسبوع في جلسة، زائد إن الواتساب بتاعي جاهز للرد على الأسئلة بتاعتك في أي وقت، يعني أنت مش عايز أكتر من كده، تدريب زائد تطبيق عملي، زائد اللي أنا كل أسبوع طبعًا في الجلسة دي هاعمل لك خطة تمشّي عليها أسبوعيًا، ونشوف النتايج مع بعض كل أسبوع، ونشوف إيه اللي أنت يعني إيه الصعوبات اللي مواجهاك عشان نقدر نحلها لك. طبعًا ده كله أنا بادّيك الخبرة اللي أنا مرّيت بيها على الكام سنة اللي فاتت، بحيث إنك تخش على طول تشتغل وأدّيك الخبرة بتاعتي، ومع بعض يعني مع بعض إن شاء الله بإذن الله أنت هتحس بالفرق وممكن تعدّيني بمراحل تمام. الحاجة اللي بعد كده أنا هاعلّمك إزاي تنظّم الشغل، وإزاي تخلّي شخص يساعدك وما يعوقكش في شغلك الحالي تمام، يعني يكون عندك وقت قصيّر جدًا أو وقت قليل للشغل اللي أنت هتعمله ده، وفي نفس الوقت برضه أنت متابع كل حاجة. هاعلّمك إزاي تنظّم الشغل، وإزاي تتابع الموظف بتاعك وتخلّيه مثلًا يفلتر لك العملاء المؤهلين اللي هم طبعًا هيدفعوا وجاهزين للخدمة، وأنت تخش في وقت قليل جدًا، يعني مثلًا معاك ساعة ونُص، ساعتين تخش تكلمهم وتنجز، وأنا هاعلّمك إزاي تكلمهم في الوقت اللي أنت هتبقى فاضي فيه، وأعلّمك إزاي تخلّي الشخص أو الأستاذة اللي هي هتساعدك في فلترة العملاء وتشوف العميل ده مؤهل والّا مش مؤهل، تجمعهم لك كُلّك على جروب ببياناتهم كلّها، وأعلّمك إزاي تعمل معاهم meeting، وأنا هاكون معاك في ضهرك في أي أسئلة جديدة أو في أي حاجة، أنا هاكون معاك، يعني أنا هاكون شغّال معاك في أول 3 شهور تمام. هاكون معاك طبعًا خطوة بخطوة، وأول ما تُقف على رجليك وتأسس المشروع زي ما قُلت لك في خلال 3 شهور. الحاجة المهمة برضه اللي أنا هاعملها معاك، هاختار الموظف المناسب لتقديم الخدمة بتاعتك، يعني أنا مثلًا أنت مش هينفع تقدّم الخدمات دي بنَفْسك تمام، أنت راجل موافق إنك تاخد البرنامج التأسيس ده معايا، ولكن أنت مش هتعمل حاجة، زي أنا مثلًا ما باعملش تمام، فأنا طبعًا أنا اللي هاختار لك الموظف اللي هيعمل لك الحاجات دي، يعني أنت مثلًا هتقول لي يا محمد أنا قدّامي 6 عايز أختار منّهم موظف يعمل لي الشغل اللي أنت بتقول عليه، أنا طبعًا من خبرتي أنا هاختار لك واحد منّهم اللي هو هيكون مناسب ليك عشان يقدّم الخدمات، أنا بالنسبة لي عايز الخدمات تكون على أعلى جودة علشان أحس إن البرنامج اللي أنا قدّمته لك ناجح، فأنا اللي هاختار لك الموظف تمام، وهاعرّفك أدوار الأشخاص اللي هتكون في الأول معاك، يعني أنا هاحتاج 2 فقط، يعني أكتر من 2 لأ، هاحتاج 2 فقط تمام، واحد تدريبي واحد هادرّبه لك فني إن هو ينفّذ الخدمات، وواحدة محترمة تقدر ترُد على الرسايل وخلاص تمام. لو أنت تقدر تعمل الحاجتين دول أنا ما عنديش مشكلة، ولكن في ناس كتير مش هتقدر، أنا ما أقدرش فباجيب الاتنين دُولة تمام. طبعًا زي ما أنا قُلت لك هاكون معاك في أول 3 شهور، وفي خلال ال3 شهور أنا هادرّبهم معاك، وهتكون أنت موجود في الmeeting أثناء التدريب علشان تفهم إحنا بنعمل إيه، وبعد كده أنت يا باشا تمسك الطريق مع نَفْسك وأنا برضه معاك، يعني أنا هاكمّل معاك برضه حتى في بعد ال3 شهور يشرّفني إن أنا أكون صاحبك عادي و وأشوف نتايجك عشان أحس إن أنا الشغل بتاعي كويس تمام. زي ما قُلت لك في خلال ال3 شهور هاعمل لك خطة أسبوعية عشان نشوف النتايج كل أسبوع. طبعًا بالنسبة لتسعير الخدمات، أنا هاسعّر لك الخدمات وهاسلّمك الأسعار كلّها وهاقول لك هتبدأ إزاي، وهاكون معاك أنت وفريقك وهافهّمك تتعاملوا إزاي مع العملا تمام. بالنسبة للنسب بتاعة الموظفين، هاعلّمك إزاي تعمل النسب بتاعتهم يعني كام، علشان برضه نشجّعهم ويحققوا نتايج كويسة وتحس إن في جودة كويسة بتتقدّم للعميل تمام. طبعًا الحاجات دي كلّها مش هتخسّرك حاجة، لأ إحنا هنتّفق مع ناس شاطرة، ناس عندها الجدية إنها تشتغل معاك، وفي نسب هتتحط لهم واضحة أكنّهم شركا في تحقيق الربح تمام، دي مش هتعوقك خالص، ولكن أنا هاتفق لك في ده كلّه وهاكلّمك في الأول وبعد كده تجيب الناس وهافهّمك هتعمل إيه معاهم. طبعًا هاعرّفك إزاي تعمل ميزانية بسيطة جدًا لا تتعدّى 6000 جنيه في الشهر وتشوف النتايج بتاعتها زي ما قُلت لك، وبعد كده المشروع هو اللي هيبدأ يصرف بنَفْسه، يعني هيصرف على نَفْسه من إعلانات ممولة، من مونتاج، من بالنسبة للربح اللي داخل للمشروع بتاعك، إحنا مكلّمين الموظفين ومعرّفينهم النسب اللي هم هيحققوها، يعني مثلًا أنت كل target بتحققه بتاخد مثلًا نسبة كذا، فهتلاقي المشروع بيصرف على نَفْسه إن شاء الله بإذن الله، ومش محتاج منّك أي فلوس تحطّها إضافي. طبعًا ده كلّه أنا هاعلّمه لك تمام.
ب بالنسبة لمتطلبات السفارات والحاجات دي كلّها طبعًا دي أول حاجة أنا لازمًا أعلّمها لك، فأنا هاعلّمها لك وأعلّمها أصلًا للموظفين وهاسلّمك ملف كامل فيه كل الأسئلة الشائعة اللي العُملا بيسألوها تمام، و وهيبقى عندكم الرَد المناسب عليها، وفي نفس الوقت لو في أي حاجة جديدة أنتم مش عارفين تردّوا عليها أنا هاكون معاكم برضه تمام، حتى بعد ال3 شهور هاكون معاكم. يعني الموظفين هادرّبهم لك وهادرّب حضرتك، وهانقل لك كل خبرتي واحدة، واحدة عشان تنجح، أنا مهمتي إني يعني مهمتي إن أنا أنجح التدريب بتاعك اللي هو البرنامج علشان ده شغلي، فأنا مش هابخل عليك بالخبرة اللي موجودة عندي، وهاعلّمك إزاي توصل للعميل المؤهل، وإزاي تعمل إعلانات ممولة تعود عليك بالنفع، يعني كل ده إن شاء الله بإذن الله مش هاسيبك يعني مش هاقول لك أنت خدت البرنامج يالّا توكّل على الله انزل اشتغل أنت لوحدك، أنا خلاص دوري خلص، لأ طبعًا، ده أنا هاعلّمك إزاي تعمل تهيّأ الصفحة صفحة الpage بتاعة الفيسبوك بتاعتك أكنّها شركة خدمات أونلاين، وتقدر يعني تقدر تقنع الناس عليها بشغلك يعني بطريقة إنّك عندك خبرة في المجال، لإن أنا هاسلّمك المعلومات كلّها تمام، وإن شاء الله بإذن الله هاعلّمك إزاي تنزّل البوستات عن طريق مثلًا ممكن record زي الrecord اللي أنت سامعه ده، عن طريق مثلًا أعلّم الموظف عندك إزاي يعمل record وأعلّمه إزاي يمنتجه، أو نشوف حد مثلًا بسعر كويس أنا أشوفه لك يمنتج لك الريكوردات بتاعتك، وإزاي تنزّل المعلومات دي على الفيسبوك، وإزاي أصلًا تجيب معلومات جديدة للشغل بتاعك عشان الناس تعرف إنك راجل فاهم في النقطة بتاعتك، ده كلّه طبعًا أنا مش هاسيبك في البرنامج كده وخلاص، لأ ده أنا زي أنا ما قُلت لك هاخلّيك تطبّق عملي وهاعلّمك الحاجات دي كلّها. وتخلّي الteam اللي معاك برضه يشارك معاك في الحاجات دي، أنا اللي هاطلب من الteam أقول له اعمل كذا، كذا، تمام، فإن شاء الله بإذن الله البرنامج ده يعني مش كورس وخلاص، لأ ده أنت إجباري لازمًا تطبّق معايا من أول جلسة هتكون معايا. طبعًا أنت لو عايز تسأل تفاصيل أكتر عن البرنامج والسعر، السعر والله يعني أنا شايفه بمقابل رمزي جدًا، طبعًا مش هاقول السعر دلوقتي في الrecord اللي أنا مسجّله، لإن ممكن مع الوقت يتغيّر، أنا مش هاقدر أحدد السعر بتاعه، فأنت عايز تجرّب وعايز تشوف، أنا طبعًا مش هاقول كلام غير وأنا واثق فيه، عمري في حياتي ما طلعت قُلت على خدمة للناس أقدر أعملها وأنا مش واثق فيها، تمام، أنا باقول لك دلوقتي على حاجة أنا متأكد مليون في المِيّة هاقدر أساعدك فيها، لو عايز يعني تستفسر سيب لنا رقمك في رسالة أو تكتب لنا comment أنا محتاج الكورس ده. ولمّا تسيب لنا رقمك أنا هاتواصل معاك وهاعمل معاك meeting وهافهّمك الدنيا تمام، وفي نفس الوقت برضه عشان نبقوا صُرحا مع بعض إحنا هنعمل يعني اللي هيخش يكلمني لازمًا يكون جاد، لازم يكون جاد، هنعمل جلسة مع بعض، وأول جلسة دي هافهّمك هنعمل إيه وعشان تطبّق، ما عرفتش تطبّق طبعًا الجلسة دي ممكن تاخد ساعة ونُص، ساعتين، ما عرفتش تطبّق ممكن أحاسبك على سعر الجلسة وما تكمّلش البرنامج، يعني البرنامج ده مثلًا لو سعره 3x تمام، والجلسة دي يعني مثلًا نقول مثلًا الجلسة دي سعرها حاجة الجلسة الواحدة محسوبة بحاجة رمزية، هتحاسبني على تمن الجلسة ومش لازم تجرّب، فأنا مش باقول كده علشان يعني أنا مش باقول كده علشان أخلّي الناس تعمل معايا جلسات وتسمع منّي وفي الآخر تقول لأ أنت ضحكت عليَّ وخدت فلوس، لأ خالص، أنا باتكلّم عشان الوقت، أنا مش هاقعد معاك ساعتين، هو أول جلسة ده هيبقى فيه تطبيقي، يعني أنا هاقول لك اعمل صفحة الpage النهارده باسمك وحُط صورة الprofile بتاعتك و وهنعمل 1، 2، 3 والخدمات اللي إحنا هنقدّمها هنعمل 1، 2، 3 تمام، وهاعرّفك أنت في الأول أول عميل هتجيبه هنقدّم له الخدمة إزاي، وأنا أنا يا سيدي هاعمل لك الملف العميل وهاخلّي العميل يقدّم بشكل كويس جدًا، وفي نفس الوقت برضه إيه، هتشوف لي أشخاص يساعدوك في الشغل لو أنت هتقدر تنفّذ الشغل بنفسك أنا هاعلّمك تمام، دي الجلسة اللي إحنا هنعملها مع بعض. طبعًا يا جماعة الناس اللي هي عارفاني طبعًا مش هتخاف من كلامي، ولكن أنت لو أول مرّة تسمعني، أنت ممكن تخُش على صفحاتي وتشوف النتايج بتاعتنا، وتخُش على الناس اللي قدّمت معانا وتسألهم مين محمد الأفندي، فأنا مستحيل، مستحيل أطلع أتكلّم بخدمة أنا عايز أعملها للناس من غير ما أكون عارف اللي أنا أعملها، تمام؟ طوّلت عليكم معلش أنا آسف، أنا قُلت أشرح البرنامج بالتفاصيل، وتحت أمركم، بالتوفيق، سلام عليكم.